السلام. الفيلم كيبدا مع واحد العائله يلاه سكنوا في واحد الدار وكيجيبوا الفراش، والعائله متكونه من 4 ديال الافراد، الاب والام وجوج ولادهم. والمشكل ما كاينش في الدار، كاين في واحد المرايه اللي عجبات الام وشراتها وهي تحطها في المكتب ديال راجلها. ومع الوقت شحال من حاجه كتبان لهم في الدار، بحال هاد الغلل اللي عينيها كيبروا، وبحال النبته ديال ماماهم اللي دبلات، والاب اللي كيتهم ولادو باللي هما اللي رونوا ليه الكتوبه اللي عزاز عليه وهما اصلا ما داروا والو. ومراتو ديما كتسمعو كيعايرها وهو اصلا ما قال لها حتى كلمه. وبزاف ديال الحوايج اللي 90% سبب هذيك المرايه، لدرجه كيتخيلوا شي حوايج اللي هما اصلا ما وقعوش. الشيء اللي خلى الاب والام ديما مدابزين وولات حياتهم جحيم، والدراري حتى هما تاثروا بالمشاكل. حتى لواحد النهار قررت الام تدخل المكتب ديال راجلها وقررت باش تواجه المرايه وهي تشوف الانعكاس ديالها فيها، ولكن ماشي نفس التعابير ديال الوجه. الام معصبه واللي في المرايه ناشطه وشويه شعل واحد الضو في عينيها وهي تبدا تهجم على ولادها، وهو يدخل راجلها ويعتق ولادو. وفاش كان شادها سخفات ويلا صونا على الاسعاف، وهو يسمع واحد الصوت غريب وامره باش يحبس مراته في واحد البيت ويقول لولادو باللي ماماهم ماتت ومحتاجه باش ترتاح. ولكن هي في الحقيقه تسكنات ولات بحال الحمقى، وهو ولا غير سد على راسو في المكتب ديالو وغير كيشوف في المرايه. وتيم وكيلي يعرفوا بلي المرايه هي سبب مشاكلهم وهي اللي وصلت ماماهم لديك الحاله، والمرايه سواء فيها شيطان او اي حاجه، المهم اللي سكناتو كتدمر ليه حياته وكتخليه يتخيل شي حوايج ولا يسمع ولا يشوف شي حاجه اصلا ما كايناش. وكايلي ديما كتصوني على البوليس باش يعتقوهم، ولكن كتسمع نفس الصوت اللي سمع باباها وكيقول لهم دوزوا ليا باباكم، هو اللي يهضر معايا. وهو بدات ولا مانعهم يخرجوا ولا يشوفوا شي حد حيت سكناتو المرايه. وفي الاخر قرروا باش يهرسوها باش يرتاحوا، وبقاو كيضربوا فيها شي نص ساعه وتصدموا من لقاو راسهم كيضربوا غير في الحيط وهي ما وقع ليها والو. وشويه وهي تخرج ماماهم وهي تخنق بنتها حتى بدات كترجع لعقلها وهو يقتلها راجلها. ويلا بغى يقتل بنته وهو يضرب تيم يد باباه وخدا ليه السلاح وهو يركع باباه وهو يشير ليه باش يقتلو حيت بغى يتهنى من داك العذاب اللي عايش فيه. وهو يشد ولدو وهو يضرب راسو ومات. وهي تقول ليه اختو وعدني باللي غادي يجي واحد النهار وغادي ننتقموا من هاد المرايه اللي دمرت لينا حياتنا، وقال لها كان وعدك. وفي الاخر جاو البوليس خداو كيلي لدار الايتام وتيم اتهموه باللي هو اللي قتل والديه، واخا عيا ما يشرح لهم باللي المرايه هي السبب، ولكن لا حياه لمن تنادي، حتى واحد ما تسوق ليه. ومع مرور الوقت الطبيب قدر يعالج تيم من الحاله النفسيه اللي كان فيها وقرر باش يطلق سراحه منين وصل ل 21 عام. وحتى كيلي خرجت من دار رعايه الايتام منين وصلت ل 18 عام ولات معتمده على راسها ودارت مشروع ديالها وتزوجات بواحد سميتو مايكل وعايشه معاه حياه سعيده. واخا هادشي كامل اللي وصلت ليه ولكن ما قدراتش تنسى المرايه وحتى الوعد اللي وعدت به خوها باش يجي واحد النهار وينتقموا من ديك المرايه. وبقات كتقلب عليها عام ونص حتى قدرت تلقاها. لقاتها بغات تباع في واحد المزاد وشراتها، ومنين عرفات خوها خرج سلمت عليه وعطاتو حقه في الورث. وهي تقول ليه بلي لقات المرايه وخاصهم ينفذوا الوعد اللي اتفقوا عليه. واخا تيم كان خايف وما بغاش يرجع يفكر في الماضي، ولكن ما بغاش يتخلى على اختو. وهما ياخذوا المرايه لدارهم القديمه وبداو كيستعدوا باش ينتقموا منها، بحال حطات الكاميرات باش اي حاجه تشدها الكاميرا، وعلقات واحد اللعبه في السقف باش كل نص ساعه خاصهم يحبسوها حيت اللي جا قدامها غادي تقتلو. وهي تحقق الساعه باش تبقى تصوني لهم وقت الماكله باش الا سكنتهم المرايه يقدروا يفيقوا. واتفقات مع راجلها مايكل باش يبقى يصوني لها مره باش يسول فيها. هادشي كامل دارتو حيت عرفات بلي المرايه ما سهلاش وخاصها دير معها جميع الاحتياطات وتقدر تقول بهم دغيا مع مرور الوقت. وكاينه كتسجل اي حاجه وقعات ودارت دراسات على كاع الناس اللي شراو المرايه وقتلاتهم. وهي اصلا ما معروف شكون اللي شراها ولا اللي صنعها، وقتلات اكثر من 45 واحد من بينهم والديها. والكارثه حتى واحد ما مصدق بلي المرايه هي اللي كتقتل الناس. وحتى تيم واخا وافق باش يعاون اختو ولكن ما مصدقش بلي المرايه هي اللي قتلت هاد الناس، حيت الطبيب اللي كان عالجو دخل ليه لدماغه بلي المرايه مستحيل تقتل شي حد وهو غير كيتخيل وصافي. وحاول باش يقنع اختو ولكن هي اللي فراسها وقال لها يلا نمشيو فحالنا حيت سيمانه وحنا هنايا وما وقع والو. ولكن كاين اللي قالت ليه يلا شوف بلاصه الكاميرا كيف تبدلات وما بقاتش كتشوف في المرايه، والنبته اللي حطينا حداها حتى هي دبلات وماتت. وهي تبدا المرايه دير خدمتها وبداو كيتخيلوا الطفوله ديالهم. وكاين اللي خلاتها تاكل لمبه وهرست الزاج بسنانها وهي اصلا كتاكل غير في التفاحه وما قرباتش ليها. وهي تخلي كيلي تقتل راجلها عند بالها باللي قتلت الوحش اللي في المرايه وهو جا غير باش يشوفها حيت ما كانتش كتجاوبه. وهي تقرر تهرب هي وخوها باش يعيطوا على البوليس، ولكن الكارثه لقاو نسخه منهم واقفه قدام المرايه وكتشوف فيها.
وهي تخيل راسها فاش كانت صغيره وهي تشوف ماما في المرايه، وعيطت عليها وعنقتها، وتيم صافي طلع ليه الدم وقرر باش يهرس ديك المرايه المنحوسه، وهو يورك على هذيك اللي في السقف باش تهرس المرايه، ومنين طاحت قتلات ليه اختو. وهذا الشيء كامل غير المرايه اللي دارتها بهم مره اخرى. وتيم مسكين بدا غير كيغوت عاوتاني، وهما يجوا البوليس وشافوا الكاميرات ولقاو كايلي واقفه قدام المرايه وهو اللي قتلها، واخا هي تخيلات باللي عنقات ماماها وهو ما كانش كتبان ليه اصلا. وهذا الشيء اللي وقع ليه فاش كان صغير تعاود ليه مره اخرى، وعيا ما يشرح لهم باللي بسبب المرايه، ولكن حتى واحد ما صدقوا عاوتاني، والمرايه بقات حتى تمشي عند عائله اخرى. وهنا كيسالي الفيلم.